السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب. انا النهاردة رحت السوق، كنا عايزين ناكل سمك، ورحت اجيب بقى سمك بولتي وكلام من ده. خلاص، وشوية سلطة بقى وجرجير وكلام من ده. لقيت لكم السردينة نزلت، اللي انا كنت بكلمكم عليها، السردينة البلدي الموزة اللي هي الصغيرة. ماشي، انا كنت بخليلها السنة اللي فاتت كبيرة ما شاء الله، بس هي لسه نازلة اليومين دول، بس هي مش كبيرة الحجم ده كده، والحجم ده مش وحش برضو للتخليل. فانا جبته ما شاء الله اللهم بارك. السردينة دي اسبوع على صوابعك كده، اسبوع تعديه تستوي تاكلي منها. سردين مملح، بتبقى عامله زي الانشوجه بالظبط، بتبقى جميله جدا. خلاص، بتتملح بايه يا ام عمر؟ بتتشطف تحت الحنفيه في مصفى زي كده، وبنجيب شطه وبنجيب ملح نخلطه على بعض، ونجيب البطرمان بتاعنا النضيف المغسول النضيف اللي ما فيهوش ولا نقطه ميه، وهنجيب في الاخر خالص ربع كوبايه زيت ويكون نضيف، عشان هنضيف الزيت دوت على وش البطرمان. خلاص كده، خلاص كده. فاحنا عشان السردينه صغيره، انا بمسك السردين الكبير بقى، بفتح النخاشيش واروح حشياه ازاي زي كده كده، بالطريقه دي كده. خلاص يا حبايبي، بس عشان النهارده انا جايباها صغيره، هنكلفتها كلها بالملح بالطريقه اللي انا هوريها لكم دي دلوقتي. فيديو سريع، فيديو جميل، فيديو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حته الجبنه القديمه في البيت حلوه جدا، حته السردينه المخلله حلوه جدا، حته البوري لما يومين الجايين هجيب لكم بوري برضو واخلله. الحاجات دي كلها حلوه في البيت يا جماعه. حلوه في البيت ازاي يا ام عمر؟ يعني مثلا دخل عليكي ضيف وكنتوا اتغديتوا والاكل خلص، والله ممكن تبعتي تجيبي رنجايه وتحطي شويه سردين وما شاء الله اللهم بارك، او بتقلي بطاطس مثلا وهنقضيها مثلا جنب حته جبنه قديمه، تطلعي من البلاص حته جبنه قديمه. فمثلا النهارده ما عندكوش اكل، او نفسكوا جايه للملوحه والرنجه والحاجات دي، تطلعي من البطرمان من بيتك تاكلوا، تبقى ملحها مظبوط، مش ملحه محدقه يعني جامده خالص. ما تطلعيش بال400 وبال500 تجيبي من بره. السمكتين دول بس يا جماعه اللي لقيتهم مهريين كده، دي ودي، حاجات بسيطه اهي، حاجات بسيطة لكن عادي خالص مفيش مشاكل. لكن المستحبية الحلوة اللي انت تعرفي يعني اللي هي تبقى صح في التخليل، اللي هي مقفولة مصارينها ما تبقاش طالعة وزي كده. انا مش هفصل الفيديو عليكم عشان ما شاء الله تاخدوا المعلومة. احنا هنكلفك كده، مش ايه كب كده على اولى، لا احنا هنكلفت ونشمر ايدينا كده، واخدين بالكم، ونكلفك كده ونشوف هيعوز تاني ولا لا. واخدين بالكم؟ السردين ده جميل قوي يا جماعه في البيت، حلو جدا، حاجه جميله، حاجه مغذيه، حاجه تفتح النفس. لو انت ما عندكيش اكل النهارده هتجيبي كيلو رنجه وتطلعي واحدتين سردين في كبيره اهو. واخدين بالكم؟ لو انت عايزه تاكلوا النهارده يوم بقى سردين والكلام من ده، تروحوا مطلعين واكلين. عايزه تجيبي رنجه تجيبي، مش عايزه هنعوز الملح اللي انا عاملاه كله. يا جماعه الحاجات دي حلوه في قلب البيت. حته الجبنه القديمه حلوه، سردينه زي دي مخلله حلوه. مثلا جالك مثلا لو انتوا عايزين تتغدوا مثلا وما خلصتيش الاكل، الحاجات دي حلوه في قلب البيت. بس انا بقول لكم، والطريقه سهله جدا. انا هو حطيت الملح، غلفته بالملح. ما تعمليش وتقلبي جامد عشان ما يتهريش منك. هقلب شويه كمان كده والفه في الطبق ونعبيه في البطرمان دوت، وارجع لكم اوريهولكم
استنوني. ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ رب تكونوا بخير. نصيحة النهاردة او حكمة اليوم النهاردة ان شاء الله لسه نصايح المطبخ ما خلصتش. عندك المطبخ بتاعك من فوق خالص لو خشب او ألمونتان، برضو نحافظ على ظهر المطبخ عشان ما يجيش عليه تراب ويقوم او يجي عليه دهون او يبقى مش نظيف. لا، لازم يبقى فوق ظهر المطبخ برضو نظيف. عندك الورق الورق ده بيتباع بالكيلو اهو، واخده بالك؟ بيتباع بالكيلو، بتجيبيه ولو ما عملتيش الموضوع ارجعي وروحي بسرعه نضفيه وطلعي اي تراب من عليه ونضفيه وجيبي لك نص كيلو ورق وفرشي. هتطلعي اخر يعني مثلا لما تيجي تنضفي شقتك ان شاء الله، وطبعا بتوضبي في المطبخ وبتنضفيه، فهتروحي ماسكه الورق لماه وبفوطه كده مبلوله باي ميه او اي حاجه، هتلمعي وتنضفيه وتروحي فرشه ورق نضيف وتروحي لما الورق بقى اللي عليه الدهون والتراب والحاجات ده، وهيبقى سهل تنظيفه. ويا رب الفيديو ولا النصيحه تعجبكم ان شاء الله. استنوا مني نصايح كتير. السلام عليكم. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. شايفين؟ اللهم بارك. وانتي بتحطي تضغطي، اوعي تهريه بالراحه واضغطي بالراحه عشان السمكايه ما تتهريش ويطلع يطلع على الباقي في ايديكي. دي سمكايه صغيره بلدي موزه، بتبقى طعمها زي الانشوكه، يا دوبك لفيناه بالملح والشطه وزي ما انتم شايفين اللهم بارك. بعد 7 ايام تطلعي وتاكلي منه بألف هنا وشفا، وتاكليه بألف هنا وشفا يا رب، وتعملي وتتهني يا رب. شايفين حبة الزيت النضاف؟ انا بقول زيت نضيف ليه يا جماعة؟ محدش يفهمني، لا يكون بقول لا تفهموني ان انا بقول زيت نضيف يعني مش مقلي بيه، لا. الزيت النضيف مش بتاع التموين، انا مقصدي ما يبقاش زيت بتاع التموين. احنا حطينا عليه ختمناه بالزيت خلاص كده. هنجيب مهما يكن الغطا محكم وكل حاجة، لكن ما يمنعش الكيس النايلون اللهم بارك. اقفله عدل بس قربوا عليا. النهارده الجمعة، جمعة مباركة عليكم. الجمعة الجاية ان شاء الله يحيينا ويحييكم العمر، وربنا يديكم العمر يا رب، وتعملوا وتتهنوا وتاكلوا بألف هنا وشفا. كل حاجة حلوة يا رب تعملوه على الجمعة الجاية، تفتحوا عليه. يا رب يكون افدتكم ويا رب يكون عجبكم ان شاء الله. ان شاء الله اول ما الاقي الكبيرة برضو هجيبها واخللها، واول ما هننزل نجيب البوري، لان البوري بيبقى احسن بوري شهر 10 في اخره واول 11، يعني هنستنى اسبوعين وننزل نجيب البوري، او في اول 11 البوري بقى بيبقى مبطرخ. الايام دي بيبقى السمكية ده الساعة دخلت بقى والبوري بيبقى مبطرخ في التخليل، مفيش زيه بقى. استنوا مني تخليل البوري. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وما شاء الله اللهم بارك. شايفين اول ما خلصت بينزل ميته ازاي؟ 7 ايام وتاكلي منه، او 5 ايام كمان وتاكلي منه، لان هي صغيره. بس يعني عشان خاطر تفتحيه ويبقى ما يبقاش لسه فيه ني، او مثلا تحسيه مثلا ما استواش قوي، خلينا في ال7 ايام وفي الضمان احسن. ربنا يخليكم ويبارك فيكم. متنسونوش باللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.